وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن بلسان عربي مبين، أحمده حمدا يليق بجلال وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله، أفصح من نطق بالضاد وأبلغ من حدث وخطب العباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة نتناول مكانة اللغة العربية في عصر الدولة العثمانية. وفي البدء نعرج على تعريف الدولة العثمانية. هذه الدولة قامت على أرض الأتراك أو التركمان، وكان لها شأن كبير في نشر الإسلام واللغة العربية. وارتبط ظهور العثمانيين في التاريخ بالغزو المغولي الذي اجتاح بلاد الشرق الإسلامي ومنها تركستان، واضطرت بعض قبائل الترك إلى الرحيل أمام هجمات المغول الوحشية ومذابحهم الجماعية لشعوب هذه المناطق. ووصلت إحدى قبائل الغزو إلى هضبة الأناضول التي تعرف أيضا بآسيا الصغرى، وهي تمثل الآن الجانب الأكبر من الشطر الآسيوي لدولة تركيا الحالية. وكان زعيمهم يدعى الأمير الغازي أرطغرل بيك ابن سليمان التركماني. وعندما توفي هذا القائد أرطغرل سنة 699 هجرية الموافق لعام 1299 ميلاد، خلفه ابنه الأصغر عثمان الذي تنسب الدولة العثمانية إليه. يعني كلمة الدولة العثمانية تنسب إلى عثمان ابن أرطغرل، والذي ولد سنة 656 هجرية الموافق 1258، وهي السنة التي غزا فيها التتار العراق وأسقطوا فيها بغداد والخلافة العباسية. فكان قيام الدولة العثمانية تجديدا لدماء المسلمين واستئنافا لعهد الجهاد والفتوحات العظيمة. هكذا نشأت هذه الدولة بعد الغزو المغولي لبلاد المسلمين في تركستان وفي العراق، وإسقاط الخلافة العباسية واحتلال بغداد. مكانة اللغة العربية في العهد العثماني. لما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، فقد أصبحت هي لغة الحضارة الإسلامية، ومن ثم حظيت اهتمام كبير من قبل العثمانيين رغم أنها ليست لغتهم الأصلية. كانوا يتكلمون التركية والفارسية، ولقد كان تأثر الدولة العثمانية باللغة العربية واضحا، ليس في المصطلحات الخاصة بالدين من عقائد وعبادات ومعاملات فحسب، وإنما تعدى هذا التأثر إلى كثير من المصطلحات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ما هو أثر اللغة العربية في التاريخ العثماني؟ هنالك دراسة كلف بها الدكتور سهيل صابان من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في المملكة العربية السعودية بعنوان معجم الألفاظ العربية في اللغة التركية.
يقول الدكتور: للتدليل على أثر اللغة العربية في التاريخ العثماني لا أقل دلالة على ذلك من اختيار الحروف العربية أداة للتعبير الكتابي بعد إسلام الشعب التركي. هذا الحرف العربي كانت تكتب به اللغة التركية، واستمراره على ذلك طيلة العهد العثماني. طيلة العهد العثماني، هذه السلطنة التي مكثت ما يقارب 6 قرون وسقطت في عام 1924، كان الحرف العربي له قوته في اللغة التركية، واللغة كانت تكتب بهذا الحرف العربي، كما تكتب اللغة الفارسية واللغة الأردية بالحرف العربي. وهذا تأثير اللغة العربية على الشعوب الإسلامية. وبدأ اهتمام العثمانيين باللغة العربية منذ تأسيس عهد المؤسس الأول عثمان، التي تنسب إليه الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية. وقد أثرت تربيته على القرآن باهتمامه باللغة العربية، كان يهتم باللغة العربية لأنه كان يحفظ القرآن وتربى على القرآن. وبدأت الترجمة الحقيقية لاهتمام العثمانيين باللغة العربية في عهد أورخان ابن عثمان، والذي أخرج التعليم من حيز المسجد إلى المدرسة. أورخان ابن عثمان ابن أرطغرل، هذا أخرج التعليم من حيز المسجد إلى المدرسة، وأنشأ أول مدرسة تسمى مدرسة إزمير، ثم إقرار التدريس لعدد كبير من كتب التراث بالعربية، إضافة إلى كتب تدريس النحو والصرف كألفية ابن مالك والعوامل للجرجاني، وقطر الندى لابن هشام، وأساس التصريف للفناري الرومي، ومراحل الأرواح لأحمد بن علي بن مسعود، وغيرها من كتب اللغة العربية كانت تدرس في هذه المدارس التي أنشأها أورخان ابن عثمان التركماني. وفي عصر السلطان سليم الأول كان للعثمانيين اهتمام وقوة كبيرة باللغة العربية. ومن دلائل وجود قوة للغة العربية في عصر السلطان سليم الأول، هنالك شخصية تركية ذات موسوعة كبيرة عرفت ببذل الجهود الضخمة في مجال اللغة العربية، رغم أنه من الأتراك، وهو ابن كمال باشا. هذا يعد من الأتراك، ولكنه كتب كتابا يعد موسوعة في اللغة العربية، حتى أن الدكتور ناصر سعد الرشيد المدير العام السابق لمركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة الملك عبد العزيز صنف دراسة عن جهود ابن كمال التركي أو التركماني اللغوية، وهذا دليل على تأثر الشعب التركي باللغة العربية لأنهم من المسلمين. وذكر الدكتور حرب أن هناك علامة بارزة على اهتمام العثمانيين باللغة العربية، وهي أن كل أمير وسلطان عثماني كان يجيد اللغة العربية، يتحدثون باللغة العربية، تعلم ودرس بها واتخذها وسيلة لتعلم الدراسات الإسلامية المنصوص عليها في نظام تربية الأمراء في القصر العثماني. ومع أن السلاجقة أتراك، إلا أنهم اتخذوا من الفارسية لغة رسمية لدولتهم، لأن اللغة الفارسية كان لها حضارة. الفرس والروم كانت لهم حضارات،
فتأثر الأتراك بهذه الحضارة الفارسية وأخذوا اللغة الفارسية منهم، بينما العثمانيون لم يستخدموا اللغة التركية رسميا إلا في الدوائر الإدارية والأوساط الحكومية، في حين لم يدرسوها للشعوب العربية والإسلامية. الأتراك لم يدرسوا لغتهم التركية للدول التي استولوا عليها أو يعني جاءوا إليها، لم يفرضوا لغتهم التركية عليها ولم يجبروهم عليها كذلك. فاللغة التي كانت سائدة لدى العثمانيين والمسيطرة في المدارس والجامعات هي اللغة العربية، ولم تتنحى اللغة العربية عن مكانتها الأولى في التعليم التركي إلا في الربع الأول من القرن العشرين. الكتابة والتأليف باللغة العربية. احتلت الأسماء العثمانية مكانة كبيرة مشهود لها في مجال الثقافة الإسلامية المكتوبة باللغة العربية، ومن أبرز هؤلاء العثمانيين الذين بلغت شهرتهم الآفاق كاتب جلبي الذي اشتهر باسم حاج خليفة، صاحب كتاب الشهير كتابه المشهور كشف الظنون، والذي يعد من الكتب ذات المكانة في الدراسة الإسلامية والعربية. ويقول المؤرخ محمد حرب عن هذا الكتاب: اجتمع فيه من أسماء الكتب 14,500 كتابا، ومن المؤلفين 9,500 مؤلفا، وتناول فيه نحو من 300 فن أو علم، وحوى عيون المصادر في الفكر الإسلامي مما صنفه أصحابه باللغة العربية. هذا كتاب اسمه كشف الظنون للكاتب جلبي أو حاج خليفة، هو من العثمانيين لكنه كتب باللغة العربية وألف هذه الموسوعة الضخمة. ومما يدل على عظم أثر اللغة العربية لدى العثمانيين هنالك كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لعصام الدين طاشكبري زاده، المؤرخ ذو الأصول التركية، وألف الكتاب باللغة العربية وترجم في عهده والعهود التي تلته إلى اللغة التركية. هذا الكتاب اسمه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. ويقول محقق الكتاب الدكتور أحمد صبحي عن محتواه: وهذا ما يظهر لنا قوة نمو وتطور العلوم الإسلامية باللغة العربية على الساحة العثمانية من القرن 13 الميلادي إلى القرن 19 الميلادي. المدارس والمعاهد في العهد العثماني. نشأت مدارس ومعاهد في هذا العصر العثماني، وكان لها شأن كبير، ومن المدارس التي اشتهرت في العهد العثماني التي اعتمدت اللغة العربية كأساس لغوي مدرسة إعداد الأمراء، أي الأمراء العثمانيين، ومدرسة أندرون، وهي مدرسة في القصر السلطاني لإعداد موظفين من الدرجة الأولى الذين يتم استخدامهم في القصر والجيش والحكومة، إضافة إلى المدارس العسكرية ومدارس الفنون العسكرية كذلك. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم. مواصلة لمن قطع من الحديث عن مكانة اللغة العربية في العهد العثماني،
تحدثنا عن المدارس التي أنشئت في هذا العصر، ومنها مدارس إعداد الأمراء ومدرسة أندرون، وهي مدرسة في القصر العثماني. ويقول المؤرخ والمفكر المصري في كتابه الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، يقدر عدد المخطوطات العربية في المكتبات التركية، المخطوطات العربية في المكتبات التركية بحوالي 300,000 مخطوط، وفي المكتبة السليمانية وحدها ما يقدر بحوالي 200,000 مخطوط عربي محاطة بعناية فائقة. وفي الأرشيف العثماني العديد من الوقفيات المكتوبة باللغة العربية، مثل وقفية السلطان مراد الثاني لإنشاء دار الحديث بأدرنة، وتحمل وثيقتها رقم 7081 في إرشيف طوب كابي. هذا طوب كابي أكبر قصر للسلاطين. ووقفية الشيخ المولى الفناري الخاصة بمدرسته في القدس الشريف في فلسطين. ومما له دلالته في اهتمام العثمانيين باللغة العربية أن أسماء سلاطينهم كانت معظمها عربية، وأختامهم كانت باللغة العربية، وتجد حتى أسماء السفن العثمانية كانت تحمل أسماء عربية مثل محمودية ومجيدية وسليمية، يعني سليم الأول وكذا. ونسبة المفردات العربية في اللسان العربي تربو على 40% من مجموع مفردات اللغة التركية. إعلان الحرب على الإسلام واللغة العربية في الدولة العثمانية في عام 1346 هجرية الموافق لعام 1928 صدر قرار بتغيير الحروف الأبجدية من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية في استهداف مباشر للغة العربية التي بدأت تندثر مع الأجيال الصاعدة. وأطلق رئيس الجمهورية الجديد حملة سماها الثورة الحرفية لمسح كل نص مكتوب باللغة العربية، ووصلت عقوبة من يستعمل الحروف العربية لحد الإعدام. لماذا؟ حتى يبعد المسلمون عن دينهم، لأن اللغة هي التي تقرب وتفهم المسلمين دينهم. لذلك كان الحرب على هذا الشعب بأن يترك اللغة العربية وينتقل إلى اللغات القومية. وأطلق العلمانيون مشروع بيع أرشفة الدولة العثمانية لمن يريد كوسيلة للتخلص منها. هذه الدولة أو السلطنة التي مكثت 6 قرون كانت لها أراشيف كبيرة جدا، وتم بيعها لكي يندثر هذا التاريخ الإسلامي في هذه الدولة الإسلامية، سلطنة عثمانية أو الإمبراطورية العثمانية، أو كما يحلو لبعض الإسلاميين بأن يسموها الخلافة الإسلامية. ووصل سعر الكيلو من هذه الوثائق، يعني بخسا ثمن بخس، ب3 قروش فقط، وذلك للتخلص من التاريخ الإسلامي للدولة العثمانية. وكذلك منع الأذان باللغة العربية والحجاب في المؤسسات الحكومية، وأغلقت المدارس الدينية وآلاف المساجد والزوايا الصوفية، وكذلك المؤسسة الدينية الوقفية. وأجبر الرجال على لبس البرنيطة الأوروبية أي الكاب. ولم تسلم المناهج التعليمية من زلزال التغيير، حيث تم استبدالها بمناهج غربية بحتة، كما حوربت مجالس العلم والفقه وكل ما يتعلق بدراسة العلوم
الإسلامية التي أصبحت جريمة لا تغتفر لمن يطلبها. وأعلنت العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد بدلا من الخميس والجمعة. ويدل اعتماد التقويم الهجري على كما اعتاد الأتراك كان لهم يعتمدون على التقويم الهجري أبان الدولة الإسلامية فرض التقويم الميلادي الإفرنجي بقرار حكومي صادر. هذا لزعزعة الهوية الإسلامية في الشعوب التركية والشعوب المسلمة. ولكن ما هي حالة اللغة العربية ومستقبلها في تركيا الآن؟ بدأ انتشار اللغة العربية في تركيا الدولة الحديثة بشكل ملحوظ وواضح من خلال فعاليات ومعارض عربية ولافتات محال تجارية، وانتشار المترجمين العرب والأتراك المتحدثين باللغتين في الدوائر الحكومية والمناطق السياحية والمؤسسات التجارية والاقتصادية. حالة اللغة العربية تحسنت في بدايات الدولة التركية من الخمسينات، بدأت تتحسن وبدأت تنتشر فيها بعد المظاهر الإسلامية من لافتات عربية ومدارس عربية وجامعات كذا كما سنرى. وعندما استلم رئيس الوزراء عدنان مندرس رئاسة الوزراء في عام 1369 هجرية الموافق لعام 1950 أمر برفع الأذان باللغة العربية بدلا من اللغة التركية، وفتح مراكزا لتعليم اللغة العربية ومؤسسات دينية مثل كليات الإلهيات ومدارس الأئمة والخطباء. هذه المدارس ما زالت مستمرة، فتحها رئيس الوزراء سنة 50 وهو عدنان مندرس رحمه الله. وأعلنت وزارة التربية والتعليم التركية في عام 1438 الموافق لعام 2017 إضافة اللغة العربية في المدارس وجعلها اختيارية لمن يرغب تعلمها. وصرحت الوزارة بأن اللغة العربية تعد لغة أم لأكثر من 300 مليون شخص في 22 دولة، وإحدى اللغات الرسمية الست التي المعترف بها من الأمم المتحدة. وهنالك برزت تخصصات علمية وأدبية عربية في الجامعات التركية، حيث أعلن 8 جامعات إدراج تخصصات علمية وأدبية باللغة العربية مراعاة للطلاب العرب وضمان عدم هجرتهم إلى دول أخرى. وكذلك من البشائر التي كانت في نشر اللغة العربية عقدت أكاديمية اسطنبول لتعليم اللغات ممثلة بلجنة تنسيق المسابقة الدولية للغة العربية في تركيا اجتماعا في عام 1435 هجرية الموافق لعام 2014 في جامعة اسطنبول. ترأس الاجتماع نائب وزير التربية الوطنية ومدير التعليم الديني في تركيا، وبحضور جمع مبارك من أساتذة أقسام اللغة العربية في جامعات اسطنبول. هنالك 8 أو 7 جامعات اهتمت باللغة العربية، وذلك بالتعريف بالمسابقة الدولية للغة العربية التي تحتضنها تركيا وتنظمها أكاديمية اسطنبول لتعليم اللغات، ولتدارس السبل الكفيلة برفع مستوى تعليم اللغة العربية في البلاد من خلال المشروع ومشاريع أخرى مقترحة وموجودة على الساحة. هكذا بدأت تنتعش اللغة العربية بجهود من مخلصين عرفوا أن هويتهم هوية إسلامية وأن اللغة العربية تعتبر من الهوية الإسلامية، فبدأت تنتشر بقوة في أوساط الشعب التركي
وكما رأينا نشأت مدارس خاصة تدرس باللغة العربية، وكذلك سنرى أبرز الجامعات التركية التي تدرس باللغة العربية. أولا جامعة اسطنبول. افتتحت جامعة اسطنبول في عام 1434 الهجرية الموافق لعام 2013 قسما يتبع للدراسات العليا في الجامعة لتدريس العلوم الإسلامية، وتمنح الجامعة أكثر من 50% من المقاعد الدراسية فيها للطلاب العرب بعد استيفائهم للشروط المطلوبة، بينما يحصل نظراءهم الأتراك على بقية المقاعد. ويهدف البرنامج إلى تعليم الشريعة الإسلامية باللغة العربية إلى جانب فتح مجال الدراسة أمام الطلاب العرب. وتسمى هذه الكلية التي تدرس العلوم الإسلامية واللغة العربية بكلية الإلهيات. ثانيا الجامعة العالمية للتجديد. هذه الجامعة افتتحت وتخصصت باللغة العربية في الإعلام والعلوم السياسية والاقتصادية والشريعة، ومقرها في اسطنبول، تدرس باللغة العربية. وكذلك كانت هنالك جامعة النيلين والتي تتبع لجامعة النيلين الأم في السودان، ولكنها أغلقت الآن. توجد هذه الجامعة في مدينة اسطنبول، وهي عبارة عن فرع يتبع للجامعة الأم في دولة السودان، وتضم العديد من الأقسام باللغة العربية، وتهدف لأن تصبح جسرا للتواصل العلمي. وهنالك جامعة السلطان محمد الفاتح، وجامعة يلوى، وجامعة صباح الدين زعيم، وجامعة 28 مايو. هذه كلها تدرس باللغة العربية، مما يبشر في انتشار اللغة العربية من جديد ونهضتها بعد أن انحصرت وضيقت، ولكن للشعوب لها الإرادة في كل شيء. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي